السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا، الله سبحانه وتعالى جعل لنا الداء وجعل لنا أسباب الشفاء. الحمد لله، الوطن العربي غني بكنز وثروات والله عظيمة جدا، ولكن مهملة. كثير من الكنوز عندنا بالأرياف وفي الخرابات هي كنوز حقيقية، ولكن مهملة، وكثير من الناس لا يعلمون عنها شيء. أي أحد تعرفونه مصاب أو عنده سرطانات وصوه بثمرة الشفلح أو القبار، خلوا يأكل منها قدر ما يستطيع. والآن الحمد لله الثمرة متوفرة في كل جبال وخرابات الوطن العربي. والله قاتلة للخلايا بشكل عجيب بإذن الله سبحانه وتعالى، رافعة للمناعة منشطة للكبد، مقوية للدورة الدموية. كذلك يكون عندهم ضعف جنسي بإذن الله سبحانه وتعالى تقويهم بشكل عجيب، ما يحتاجون بعد إلى نبات أو إلى أي علاج آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، تغنيهم عن كل وصفة أو كل نبات. يكثرون منها في هذا الموسم، وبإذن الله يرون فيها منفعة عظيمة. الله سبحانه وتعالى جعل لنا نباتات تثبط الخلايا السرطانية من البرية، ولكن كثير من الناس يجهلونها. هذه إن شاء الله مجربة وفعالة، وأنا مجربها بنفسي، أنصحكم فيها وانشروها بين الناس. والسلام عليكم ورحمة الله.